السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين قناة شيفروليه ستايل. اليوم موضوع حلقتنا عن زيت القابض الفرامل. هذا اخوان واضح امام حضراتكم، مؤشر لكم هنا. هذا زيت القابض الفرامل. هنا اخوان شو يقول؟ هنا امامها صاير ريبليس اي غير. هنا اخوان شوفوا 30,000 كيلو متر. هنا 30 مضروبة يعني 1000 كيلو متر. غير كل 30,000 كيلو متر أو 18 شهر. هاي اخواني هاي واضحة، 30,000 كيلو متر أو 18 شهر، يعني 12 شهر زائد 6 أشهر يصير 18 شهر، يعني كل سنة ونصف. ريبليس هنا اخوان واضح زيت القابض الفرامل، يعني واضح سائل الفرامل تغيره. هنا كاتبين زيت القابض الفرامل، مو مشكلة، إذا نغيره كل 18 شهر أو 30,000 كيلو متر. زين اخوان، مصطفى اللي عنده قناة مثل ما تعرفونه، مصطفى حسن وعبد الحق، يقولون غير كل 60,000 أو سنتان. هسه اخوان هنا واضح الكلام، 30,000 كيلو متر أو سنة ونصف. مو مشكلة اخوان، نقدر نخليها كل سنتين، كل سنتين أو 30,000 كيلو متر، لأن هذا ما يخص سيارة شيفروليه ستايل. هنا واضح الكلام، يقول لك ريبليس كل 30,000 كيلو متر أو 18 شهر. من الممكن نخليها سنتين، مو مشكلة، بس هنا يقول لك 30,000 كيلو متر غير سائل الفرامل كل 30,000 كيلو متر. هنا أخوان شنو نجي؟ يقول لك في الظروف القاسية التالية غير سائل القابض الفرامل كل 15,000 كيلو متر. الظروف القاسية شنو هي؟ أولا القيادة على المرتفعات، هاي أمام حضراتكم، القيادة على المرتفعات أو المناطق الجبلية، أو القيادة المتكررة بمقطوعة. تمام اخوان، هسه واضح الكلام. هنا اخوان الظروف القاسية يقول لك المركبات ذات الاستخدام التجاري المكثف، مثل مركبات نقل البضائع أو الوثائق، مركبات دوريات الأمان الخاصة، أو المركبات الأخرى التي تعمل على مدار 24 ساعة. أي مركبة تعمل باستمرار في بيئة تحتوي على رمال والغبار بشكل مكثف، مثل المركبات المستخدمة في خطوط أنابيب النفط والاستعمالات المشابهة. أخوان نجي هنا إلى نقطة مهمة، المركبات يقول لك التي تستخدم بانتظام لرحلات قصيرة لا يتجاوز طولها 6 كيلو متر. اخوان سياراتنا نستخدمها اكثر شيء هي 6 كيلو متر. فنرجع الى انه قال لك غير سائل الفرامل في الظروف القاسيه، يعني كل 15,000 كيلو متر، يعني المركبات التي تستخدم بانتظام لرحلات قصيره لا يتجاوز طولها 6 كيلو متر. واحنا اكثر الاوقات نستخدمها هاي الرحلات القصيره باستمرار، يعني نستخدمها هاي الرحلات القصيره، يعني يقول لك هي هاي الظروف القاسيه. هو واضح كلامي، يقول لك غير كل 15,000 كيلو متر. تقدرون اخوان يعني مثل ما الكتالوج موجود في الظروف العادية، يعني في الظروف الغير قاسية مكتوب هنا مثل ما نرجع للكتالوج لهاي الصفحة اخواني. شوف هنا يقول لك غير سائل القابض الفرامل، هنا ريبليس كل 30,000 كيلو متر أو 18 شهر. وهاي اخواني واضح الكلام امامكم. وهذا فترات جدول الصيانة، بما هاي هنا اخوان هذا جدول الصيانة، هاي بنود الصيانة، وهاي مكتوب عندكم فترات الصيانة. نعم اخوان، هذا كل ما يخص تبديل سائل الفرامل بسيارة شيفروليه ستايل. هذا حسب ما موجود امام حضراتكم، هو كتيب الصيانة طراز السيارة شيفروليه ستايل موديل 2012 محركة 1400 سي سي. هاي امام حضراتكم، وانتظرونا اخوان في الحلقة المقبلة، بما انه نزلنا الكتالوج بما يتعلق بالسائل الفرامل لسيارة شيفروليه ستايل طريقة، فراح تكون الحلقة القادمة هي تبديل سائل الفرامل لسيارة شيفروليه ستايل وبالتفصيل ان شاء الله. اخوان الى هنا نأتي الى نهاية حلقتنا اليوم، وشكرا لكم، والى اللقاء في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.